ألستم خير من ركب المطايا أندى العالمين بطون راحي. لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. نواصل حديثنا الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، يمكن حضرتك كنت المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن إنك إذا أفشيت سره أو غرت صدره، قد إيه كان الأم دي يعني ما شاء الله كانت عاملة مجموعة وصايا تدرس للبيوتات. الحقيقة لما ننطلق للبيت الثالث يا شيخنا من البيوت اللي حدثت أم المؤمنين عائشة النبي عنها صلى الله عليه وسلم. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة الثالثة أيضا ذمت زوجها، قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وفي رواية: وأنا معه على حد السنان المذلق. يعني إيه السنان المذلق؟ أي الرمح المحدد. ده الكلام من غير ما يتشرح، واضح إنه واضح وش يعني. نعم. فهي تقول: زوجي العشنق. العشنق هو الطويل مع قلة عقل، يعني ليس له منفعة إلا أنه طويل. والطول يتمدح به إذا انضمت إليه صفة حميدة. نعم. لكن مجرد أنه طويل فقط لا غير يعني. وذكر بعض الشراح أن الطويل، أن العشنق هو الطويل العنق، أن في تباعد ما بين الرأس والجسد بطول العنق، فكأنها تصفه بالحمق، أحمق، تصرفاته هوجاء، يميل إلى الشر. وده حتى الكلمة نفسها تشعر من كلمة عشنق إن هو عشنق فعلا يعني. مش محتاجة تفسير يعني. يعني لو واحد قال واحد يعشنق كيف إنه بيشتمه؟ واضحة يعني، واضحة. عشنق دي مسألة واضحة يعني. والحمق من أسوأ ما يعني يمكن أن يصيب الإنسان، سواء كان رجلا أو كان امرأة. كما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. فهي تقول أن زوجها أحمق، والطول الفاره اللي هو يعني ليس له معنى يعني كده يدل على هذا، بخلاف المرأة التي وصفت زوجها وسيأتي الكلام عنها لما قال: زوجي رفيع العماد طويل النجاد. طويل النجاد عظيم الرماد، يعني أضافت إليه صفات. عرفنا أن الطول بتاعه الطول ممدوح بالصفات الطيبة اللي جت معه، بالصفات الأخرى الطيبة. نعم. لكن احنا عرفنا ان ده طويل العشنق ده، وطويل النجاد طويل برضه. نعم. واخد بالك؟ بس عرفنا ان ده مذموم وده ممدوح بتتمة الكلام. نعم. بتتمة الكلام. لأن احنا عندنا قاعدة تقول: إن السياق من المقيدات. إن السياق من المقيدات. بمعنى ودي مسألة في منتهى الأهمية. نعم. الذي يغفلها لابد أن يعني تضطرب عليه المعاني. الكلام سياق وسباق ولحاق. أدي السباق يسبقه كلام، لحاق يلحقه كلام. لو أنت أخذت السياق لوحده دون السباق ودون اللحاق ما تطلعش بالمعنى السليم. نعم.
واخد بالك يعني وده النهارده بيحصل كتير عندنا في الإعلام زي اللي أحياناً وفي بيقول ويل الجرايد. للمصلين. نعم. اهو ده سياق، خلاص، في تتمه. نعم. إذا ما جبتش التتمة يبقى كأنك توعدت المصلين بالويل. نعم. وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من شره والعياذ بالله. نعم. حتى قال أبو نواس يعني فيما يقول: ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. ما هو خدت من إيه؟ أم قاطع السياق ومطلعه لوحده، وما جابش اللي قبليه ولا جاب اللي بعديه. نعم. حتى يتم المعنى. فالسياق من المقيدات زي إيه؟ زي كقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام لما سمع النملة قال: فتبسم ضاحكا من قولها. طيب، لو قال فتبسم من قولها بس ممكن أقول لك ده ملك ودي نملة. والتبسم يكون تبسم مغضب. نعم. أحيانا تبسم مغضب أو تبسم إنسان مسرور. نعم. فأنا لما أقول تبسم ما أعرفش إذا كان تبسم إيه ولا إيه. نعم. لكن ممكن أقدره، ده ملك وده عمالة تقول هيدهسكم وهو ماشي، فممكن الكلمة دي تغضبه، فأنا لا أدري التبسم ده عن رضا وسرور ولا عن غضب. نعم. بمناسبة إن هو ملك، فجاءت كلمة ضاحكا عشان تبقى تفصل في المعنى. نعم. فصلا كاملا، وهو أنه التبسم سرور ورضا. نعم. تمام. فده الكلمة ضاحكا دي في منتهى الأهمية بالنسبة للسياق. نعم. فعشان كده قلنا العشنق طويل ورفيع العماد طويل أيضا، لكن السياق هو الذي بين لنا إن ده مذموم وده ممدوح. نعم. تمام. نعم. فتقول إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني سيء الخلق إلى درجة أنها لا تستطيع أن تتحاور معه، اللي هو اللي احنا بنسميه الخرس الزوجي. يعني نعم. المرأة حتى تريد أن تبث شكاتها، عايزة تفضفض مع حد. الراجل طول النهار بره وهي طول النهار في المطبخ ومع الأولاد والكلام ده، وعندها هموم زي أي حد. ممكن تكون هموم من قبل أهلها، هموم من قبل أهله، هموم خاصة بتدخل تهجم على الإنسان وعلى القلب والكلام ده. تريد أنها تاخد وتدي مع الزوج. أهو ده ثمر النبي عليه الصلاة والسلام بقى. يعني حديث المزارع ده كله طويل وكان في السمر وكان في السمر. نعم. وهي التي قصت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع. للعادة أو المقبول قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهم يسمعون. نعم. لكن المسألة جاءت المرة دي على العكس. عائشة رضي الله عنها التي تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي أذنه، وكلاما طويلا يعني. وكلام طويل يعني. نعم. فلما أقصد أقول إنه يعني حتة إن المرأة إذا نطقت تطلق، يعني تظل ساكتة طيلة عمرها وتكتم أحزانها، هذا من سوء الخلق، من تمام سوء الخلق. سوء خلق الزوج طبعا سوء خلق الزوج. نعم. ولو سكتت هو يهملها ويهمل مشاعرها ويعتبر نفسه مش عارف حاجة. ممكن السكوت أحيانا، سكوت الرجل أحيانا عن شكات المرأة قد يكون مفيدا. يعني في أحيانا المرأة اللي احنا مثلا نقول عليها اللي هي بلمس، يعني دائما الشكوى، دائما تشتكي من كل حاجة بتشتكي. فليس من الحكمة إذا دخل الزوج ولقاها متغيرة يقول لها إيه مالك؟ هنفتح مش هنخلص. لكن من الحكمة أن يبدي مش عدم اكتراثه، ولكن كأنه لا يفهم ويتعامل يتغافل كده يعني. يتغافل بالضبط كده، ويتعامل بأريحية. يعني ما هتحط الغداء مش عارفين الكلام ده الطبيخ ده جميل، ده مش عارفين ويدردش عادي، وهي برضه ضربه بوزه وتجيب الطبق تقوم رازعاه على الترابيزه وبتاع عشان ياخد باله انها زعلانه. تمام. وهو برضه ايه، بالله بقول لها حط طبق بالراحه ولا الكلام ده اطلاقا. تمام. ليه؟ لان هو عارف كويس جدا من خلق امراته لو بس فتح مع الكلمه مش هيخلص النهارده. نعم. لحد ما الزوجه نفسها لو في ناس بتاكل الودان من حكايتها. نعم. بقول في ناس بتاكل ودان الواحد من كتر ما بتحكي في عندها. ده صحيح. نعم. يعني فأنا عايز أقول إن هو يعني إذا حتى لو المرأة لحظة عمالة تهبط في الأطباق وتجيب وتنفخ وتدخل المطبخ تسمع كركبة مش عارف إيه وترزع ده عشان هو يقول لها إيه بالراحة شوية تكسر كوباية بالراحة شوية أنت إيه الموضوع ده عمالة تخبطي النهارده وترزعي وبتاع، تقول له ما حصل كذا كذا تفتح. هو ما يرضاش يعمل حاجة زي كده. نعم. هي لو طال عليها الأمد يعني وهو عادي جدا وبيتعامل كويس جدا، تقول له أنت مش ملاحظ إن أنا يعني زعلانة النهارده؟ أبدا.
وشك مفرود الحمد لله وكويس وبتاع وطبيخك كان زي الفل بالظبط كده، اي خير في حاجه ولا ايه؟ مثلا ممكن لو الموضوع زاد لو الموضوع زاد قوي يعني في النهايه فالسكوت احيانا سكوت اللي يكون عن قله الحيله. نعم. لا سيما المراه، يعني خلينا نقول صراحه كده، يعني الرجل اذا طلق المراه ممكن يستبدل امراه غيرها، لكن المراه تروح تعرض نفسها على الرجال، بيبقى في صعوبه التجربه في صعوبه بالضبط ممكن كده. مررت التجربه تخليها يعني تتعفف انها تكررها مره ثانيه بالظبط بالظبط. نعم. لا وكمان برضه المرأة إذا طلقت أو ترملت والكلام ده ومعها أولاد والكلام ده، يبقى من الصعب جدا إن حد يتقدم لها. نعم. يعني البنت البكر نفسها سوق الزواج كاسد وواقف. يعني النهارده الواحد في زماننا هذا لو حب يتزوج على حصيرة ويجيب شوية كراكيب محتاج 20,000 جنيه على الأقل أو 25، وما فيش شغل للشباب فيجيب 20,000 جنيه بعد كام سنة. شوف احنا العربية بتاعت الشيخ الألباني حاجة بتقول عليها كانت بكام؟ كانت ب 1600 جنيه. 1600 جنيه. بس أنا صرفت عليها 1600 برضه. 1600 فأنا عايز أقول إن المرأة يعني دي مظلومة الحقيقة جدا. لو نطقت يطلقها، ولو سكتت يعلقها. هنا أعلق إما أن تكون من التعليق ولا تذرها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ولا هي أيم. نعم. لا حتى تتفرغ لغيره، ولا ذات زوج حتى تهتم به. نعم. إنما هي كالمعلقة. وبعض الشراح قالها تعلق من العلق. العلق وهو تعلق القلب بالرجل. نعم. يعني عايزة تقول إن أنا بحبه جدا، ومع ذلك هو لا يعيرني اهتماما ولا يعير مشاعري أي اهتمام. نعم. إن أنا نطقت يطلقني، وإن أنا سكت أسكت بعلتي. أريد أن أبثه نجواي، أبثه نعم. محبتي. نعم. والكلام ده فلا يعطيني فرصة لأفعل هذا. بس نعم. هذا المعنى بعض الشراح طبعا ذكره وإن كان بعيدا. وإن كان بعيدا. نعم. ولكن هو المعنى المباشر أو الواضح، وإن أسكت أعلق من التعليق. يتركها لا هي ذات زوج كأنها لم تتزوج وكأنها أيم، لا هذا ولا ذاك. وأنا معه على حد السنان المذلق. السنان المذلق للرمح الحاد. نعم. فكأنه يعني هي تقول أنا أعيش معه على حذر. ليه؟ لأن المرأة يا إما تتكلم إما تسكت، وفي كلاهما مضر على المرأة. وفي كلتا الحالتين هي مش ضمناه. لا مش ضمناه. سكوت ولا بكلام ضمناه. بتتعامل معها على حذر، لا سيما عشان نعم. يعني رجل أحمق يعني ممكن يسارع في الشر. يعني وطبيعة الأحمق هكذا دائما يعني. طب يعني الرجال اللي بيوصلوا لهذه المرحلة يا شيخنا، يعني هل في قصور عند مين بالتحديد على ان احنا نفعل حياة النبي في البيت صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه حضرتك بتتكلم انه قاعد يسمع عليه الصلاة والسلام عظم مسؤوليات لا حصر لها، دعوية واجتماعية وجهادية ومسؤوليات دين ودولة، وعلى الرغم من ذلك قاعد يسمع. التقصير بيبقى عند مين؟ انه يتربى الزوج على هذا المعنى، انه ما يوصلش زوجته انها تحتاج الى اذن غيره. لا الكلام ده اصله الحقيقه سببه بالنسبه للرجل والمراه هو ترك التاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام. حل المشكله كلها يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل مع زوجاته، وينظر تنظر المراه الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا فعلنا مع النبي عليه الصلاه والسلام. هناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق وأندى العالمين صلى الله عليه وسلم. شيخنا يمكن قبل الفاصل حضرتك أكدت على معنى مهم قوي وأنا بتكلم على مشكلات البيوت. حضرتك بتقول إنه الحل الوحيد عشان نعالج المشكلات التي تعج بها البيوتات المسلمة إن احنا ننظر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم.
النساء ينظرن إلى أمهات المؤمنين والرجال ينظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، ده صحيح. احنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة التأسي. نعم. والتأسي خلق مركوز في فطر بني آدم، يعني الإنسان ينظر إلى غيره وتأسى به. نعم. كما في حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك، لما صارح النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة وقال ما كان لي من عذر قط، قال له قم حتى يقضي الله في أمرك. نعم. تمام. قال فقلت لهم لبني سلمة يعني من قومه هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا نعم 2، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. نعم. قال فذكروا لي رجلين صالحين من أهل بدر. التأسي بيريح. التأسي بيريح طبعا. نعم. ما فيش كلام. وبرضو يعني قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال وكان يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو ممن عذر الله عز وجل. نعم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك كان بيبص في المدينة مش لاقي إلا واحد منافق ما طلعش، أو الاثنين اللي هم أو واحد مع عذر الله. نعم. فكره أن يكون هذه الأسوة بالنسبة له. نعم. تمام. بخلاف رجلين صالحين من أهل بدر اللي هم دول. فالتأسي دايما الإنسان يبص لغيره يعني. نعم. حتى قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نعم. فمسألة التأسي دي مركوزة في فطر الإنسان بني آدم. لذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا حتى أنا جربت هذا في حياتي الزوجية، يعني كنت يعني قليل الخبرة طبعا في أول حياتي، ولكن كنت كلفا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام جدا، فكنت أنظر إليه كيف يتصرف في المواقف وأفعل مثلما يفعل، أجد النتيجة كما في الحديث، إلا أن أكون أنا أخطأت في تطبيق الحديث أو نعم. أن أنا ما أعرفش يعني أهضم من المعلومة هضما جيدا، فبدأت النتيجة على عكس ما أريد أنا. فهو الأزواج لو أن أي حد منهم راقب النبي عليه الصلاة والسلام في فعله هيستريح جدا. لو هن النساء نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل النظر إلى نسائه، لأن هو برضو النساء مطلوب يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم. قبل أن يتأسوا بأزواج النبي نعم. صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الواحدة منها تفعل الفعل الذي لا يقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. صحيح. والإقرار قد يكون في حديث آخر، وهي تقرأ الحديث اللي مثلا زي مثلا إن عائشة رضي الله عنها لما لطخت وجه أظن صفية أو كده بالعصيدة. نعم. ما تجيش واحدة ومعاملة نفس القصة تجيب العجين وتقوم ملطخة وجه ضرتها مثلا وتقول لها طب ما عائشة عملت هذا الكلام. تمام. أو إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو وأصحابه في بيت عائشة وبعدين صفية رضي الله عنها أرسلت طبق إدام يعني. نعم. طبيخ. نعم. من فخار زي حاجة زي الطاجن كده. نعم. أو البرام أو الكلام نعم. ده. وعائشة رضي الله عنها نفسها تقول ما رأيت صناعة طعام أجود من صفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ومع أصحابه الكلام ده بعتت له طاجن أي حاجة من الإدام يعني. فعائشة لما شمت ريحته وكده فقالت فغرت. يعني إيه يعني عايز ياخد مقارنة بين طبيخ وطبيخها مثلا ولا إيه والكلام ده. فقامت على طول ضربته في الأرض كسرته. كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الخلق، ضحك لأن الكلام ده حصل قدام الصحابة. وقال غارت أمكم. ده لو حصلت بره الصحابة ده طبعا يبقى مشكلة كبيرة. كبيرة. كان الطبق ده تلوش في وشها بالظبط كده. كان لبسها البرام. فقال غارت أمكم. وبعدين إيه خد الصحفة اللي هي السليمة يعني ووداها لصفية وقال إناء بإناء وطعام بطعام وخلاص. وعدت المسألة. فأنا عايز أقول في وقائع الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما باخدش منها الأسوة، باخد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو من تعقبه عليهن. فهو النساء مطلوب منهن
أن يتأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء. نعم. تمام. وبعدين ينظرن في حياة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أعتقد وده الحل الأمثل الذي لا حل مثله ولا حل غيره في استقامة البيوت. طب ده يخلينا نقف عند البيت ده يا شيخنا في مسألة أن يعني يعطيها السمع، يعني الزوج مطلوب في مثل هذه الأوقات أن يعطي الزوجة السمع، لأنه الحقيقة أنت حضرتك عارف طبعا في الإعلام ظهرت لنا حاجات اتصل ب3 5 2 4 وفضفض. مذيع تاني مش عارف صح. يعمل برنامج في إذاعة بالليل والواحد يبقى قاعد عمال يسمع ستات عمالة تشتكي له الساعة 2 بالليل وزوجها نايم، وهو يقول لها بوسيه، طب مش عارف اعملي ايه، وكلام غريب الشكل. فده يعني هل ده او هذا الامر ظهر في مجتمع بدأ يبتعد عن التأسي بالنبي في السماع البيوت، الراجل ما بيسمعش مراته بالصورة الكافية التي تدفعها إلى هذا؟ طبعا ما فيش كلام، يعني أن الرجل عليه مسؤولية كبيرة في أن المرأة تبث شكواها إلى غير زوجها، وطبعا بيحصل مشاكل كثيرة. تعرف ممكن تتصل واحدة بمذيع ولا تتصل وتعلق معه. نعم. وانت عارف يعني يفسد قلبها على زوجها. لا سيما الراجل غير متحمل أي مسؤولية من تجاهها، ولا هي ولا يعرف أخلاقها ولا إلى آخره، والكلام ده بيكلمها بأسلوب رقيق ويتكلم بصوت ناعم والكلام ده. فتتصور المرأة أن الرجل ده أخلاق وذوق، وتقول يا ريت زوجي زي هذا الإنسان، وقد تتسرع وتصرح بهذا له يطمعه فيها. نعم. لأن هو المرأة لا يمكن إطلاقا لرجل أن يدخل في حياة امرأة إلا إذا فتحت المرأة الباب له. لا يمكن. المرأة العفيفة الصينة الدينة الخيرة التي أغلقت بابها بالضبة والمفتاح لا يمكن لأحد إطلاقا أن يدخل عليه إلا إذا فتحت هي طبعا إذا فتحت له الباب. لأن هو أفجر إنسان على وجه الأرض لا يستطيع أن يتعرض لامرأة يخشى أن تكون عفيفة تصرخ تفضحه، إنما يبتدي يمشي شوية شوية. إذا لا فتحت الباب خلاص. وفتح الباب بيرجع إلى شخصية كل واحد. يعني أنا أفترض مثلا يعني واحدة متدينة والكلام ده، واتصلت برجل متدين وتسأله بس سؤال في فتوى في مش عارف الكلام ده، وبدأ إن هي تقول له طيب أنا عايزة أسأل في بعض المسائل الشرعية، طب زوجي بيعمل كذا وخلي كذا، لا اعملي كذا وما تعمليش كذا والكلام ده، الحكم الشرعي كذا وكذا. أي رجل في الدنيا بيبقى فاهم، وأي امرأة بتبقى فاهمة. طالما أنا فتحت هذا الباب خلاص يبقى ممكن أنا من باب السؤال، يعني أنت دلوقتي طرحت عليا مشكلة، أنا لازم أعرف حدود المشكلة. طيب هل هو بيعمل كذا؟ لا. طب هو بيعمل كذا؟ لا. طب هو بيعمل كذا؟ لا. لجنة تقصي حقائق بالظبط كده يبتدي يعرف الحقيقة، وإن المرأة دي بتكره كذا ومش عارف، يدخل لها من الباب الذي تحبه أو الذي تتمناه أو تفتقده في زوجها. نعم. طبعا ده يعني جزء كبير منه سببه زوال الدفء، وأنا أضع مسؤولية هذا على الرجل الحقيقة. يعني مسألة السماع دي من المسائل اللي ممكن قد يستقلها الزوج في الحياة، ويعتبر أنا فاضي، ما أنا طول النهار مشغول وبسمع، ده أنا وداني اترشقت من سماع الناس، هاجي أسمعك يا ناقصاك أنت اللي مش هتستحمليني. حتة السماع دي في حد ذاتها يا شيخنا ممكن تؤدي إلى خراب بيوت بهذه الصورة. ده صحيح، بس أنا برضو أرجع يعني إلى المرأة، برضو غب هذه المسألة أحيانا، إن المرأة إذا بدأت تفتح الحوار ما بتبتديش فتح الحوار بما يلائم طبيعة الزوج. يعني ما وضب له لستة مشاكل أو مسؤوليات، يبقى لسه داخل يعني ما تراعيش الحال. بالظبط كده. نعم. بالظبط كده. وبعدين أنا يعني كما قلت قبل ذلك إن أي رجل في الدنيا ديكتاتور. كل رجل في الدنيا ديكتاتور. اللي بيخلي الرجل لا يستعمل الديكتاتورية في يعني بصورتها البشعة الإيمان. وإلا الرجل معه صلاحيات كثيرة جدا، ممكن يحبس المرأة وممكن يضيق عليها والكلام ده. فما هو المانع أنها تبتدأ بكلام لطيف وتقول له الحمد لله على السلامة، والحمد لله ربنا متعنا بيك، ودايما ربنا يعني يعمر البيت بحسك والكلام ده. مقدمات بحيث ان الرجل تنبسط اساريره لو جاي من الخارج متضايق وعنده مشاكل كثيره والكلام ده. اول ما تقول له المراه هذا الكلام وترجئ الحوار اللي هي عايزه تقوله لبعد كده، كل بقى واتبسط نعم. والكلام ده. وبعدين ايه يعني لا اجد مثلا افضل من ام سليم. يعني ام سليم المراه التي لو وزع عقلها على نسائنا لا صارت كل امراه عاقله كبيره يعني. نعم. فانا عايز اقول اللي برضو عدم تخير الزوجه للكلام الذي تبدأ به مع الزوج بيضيق صدر الزوج الضيق بطبيعة الحال. نعم. وهو جاي من الخارج. أم سليم رغم مصاب جلل فقدان ولد، ويعني شيء
يعني يجعل القلب يتفطر طبعا. حزنا وأسى، إلا أنها اتعاملت بشكل طبيعي وتزينت وأكلت وشربت والتقى زوجها بها لقاء زوج بيه، وفي الآخر حكت له لا الأزمة وبعدين قالت وعملتها له بمقدمة جميلة مقدمة يعني نعم. وكلام ألزمته الحجة، ولذلك ما عرفش يتكلم، زعل لما قالت يعني أرأيت أن يعني كان أخذنا عارية نعم. من جيراننا وطلبوها كان لنا أن نكتمها عنه؟ قال لا لا طبعا، خدت طبق من جارتك، خدت حاجة من جارتك وطلبت الطبق لازم ترجعي لها. نعم. قالت فاحتسب ولدك، أعطانا الله الولد عارية، لا نفسه مش عارف يتكلم. نعم. خلته اللي أقامت عليه ينطق بالحجة نعم. بلسان، ولذلك غاضبها وقال تركتني حتى تلطخت بك ثم نعيت إلي ولدي، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذه المرأة العاقلة. فأنا عايز أقول حتى ما دخلتش مرة واحدة له وقالت له خلاص أنت أكلت وشربت مش عارف إيه، ابنك مات مثلا كده، لا ما قالتلوش هذا الكلام، إنما ضربت له المثل. لا أم سليم دي حاجة كبيرة قوي الحقيقة. الحقيقة يمكن شيخنا أكد على معنى مهم أوي نخرج من الحلقة دي، وأنا بتصور والله إن أزمات الانحراف في المجتمع قد تأتي أحيانا من هذه اللفتة التي لا يراها الكثير لا من الرجال ولا من النساء. يعني حتى الأمر بتصور شيخنا قبل ما أقفل إن الزوج برضه محتاج إن زوجته تسمعه، مش طبعًا زميلته في الشغل تسمعه في بالزبط المكتب. بالضبط. إنه مسألة الاستماع، إن أنا أعرف أفضي وقت شوية أسمع زوجتي، أسمع وهي تسمع زوجها علشان تستقيم البيوت بعيدا عن الانحراف، عشان ما بقاش محتاج ان انا اوصل الساعه 2:30 بالليل في برنامج اذاعي مع حد صوته حلو وسيب نمرتي في الكنترول وابقى اكلمك بعد كده، والحاجات اللي بتحصل. ويبدا من هنا الانحراف. الى هذا الحد نتوقف مع فضيله الشيخ ابي اسحاق، ونكمل حديثنا بمشيئه الله في لقاء مقبل. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي.